لكن الجديد هو امام عاشور، فهنا يجي دور محمد صلاح. وبص التوظيف الجديد لمرموش، هرجع تاني استعين بنفس الجمله اللي قلتها في مباراه موزمبيق، اللي انسى النتيجه وبص للامور بصه مختلفه. اولا انت خسرت محمد صلاح في الجيم النهارده وفي الشوط الاول، مجرد خروج محمد صلاح انت استقبلت جول، فانت خسرت نقطتين اهو وانت بتقفل الشوط الاول. يعني انت داخل اوضه اللبس خلاص، المفروض ان انت داخل اوضه اللبس 0-0 ومعاك محمد صلاح، لا انت خسرت صلاح ودخل فيك جول، فبالتالي انت داخل اوضه اللبس بوضع مختلف تماما عن اللي انت المفروض كنت مهيئ نفسك ليه. تاني حاجه، انت اصلا داخل الجيم من البدايه عندك خوف ورهبه من انك تخسر اي نقط، لان اي خساره النهارده شكرا، فبالتالي في بعض الحذر. انا مش بدي مبرر، لكن انا بوضح الصوره كانت ماشيه ازاي. منتخب مصر في بدايه الهجمه كان بيعتمد على تفصيله معينه هنوضحها في الحالات. التفصيله دي خلت منتخب غانا تتخلق عنده ثغره، فمن الثغره دي قدر منتخب مصر يشتغل نوعا ما، لكن دايما كنت انت اللي بتصنع المشكله لنفسك. لكن روي فيتوريا تدارك المشكله وصحح بتفصيله مهمه جدا في الشوط الثاني، هي كانت السبب الرئيسي في تحقيق التعادل، وربما كمان كنت قادر ان انت تسجل في اي لحظه. تعالوا مع بعض نبص على الحالات عشان برضو تبقى الصوره كامله قدامك، وزي ما قلت لك وهفضل اقولها لك، ما تركزش في النتيجه قد ما تركز في التفاصيل اللي بتحصل في الجيم، عشان هي دي المهمه وهي دي اللي بيها تقيم لعيبه وتقيم مدرب. ايه الفكره او التركايه اللي حاول روي فيتوريا انه يشتغل عليها النهارده بشكل احسن شويه عشان يحسن بمعنى اصح يعني الاداء قدام موزمبيق؟ محمد النني بينزل ما بين قلبين الدفاع، وده الطبيعي اللي كان بيحصل قدام موزمبيق، لكن الجديد هو امام عاشور. امام عاشور اللي بينزل في الحته دي عشان خاطر يسحب المدافع معاه، فيعمل ايه؟ يفرغ مساحه هنا لمحمد حمدي. طيب لما محمد حمدي يشد الملعب، هنا عمر مرموش بيخش ياخد الراجل ده، وهنا امام عاشور بيخش ياخد الراجل بتاع وسط الملعب، فمحمد حمدي بيبقى هو اللعيب الحر اللي هيقدر المنتخب يخرج عليه، فبتتلعب الكره الطويله. لكن للاسف الكره دايما بيبقى فيها مشكله، فاحنا اللي بنصنع او بنخلق المشكله بنفسنا. نفس التركايه هي نفس الفكره. هنا النني ما بين قلبين الدفاع، هنا محمد حمدي شادد الملعب، هنا امام عاشور واخد عين الراجل، مرموش داخل لجوه عشان ياخد معاه الباك، فبيحصل ايه؟ بيتحرر زي ما قلت لكم محمد حمدي. دايما محمد حمدي هو اللي بيبقى المتنفس بتاعك في الخروج بالكره من الناحيه الشمال. امام عاشور يلعب الكره الطويله لمحمد حمدي، برضو الكره الطويله بعيده، فاحنا اللي برضو بنصنع المشكله بنفسنا. روي فيتوريا حاول انه يخلق تنوع في بناء الهجمه، فعمل ايه؟ محمد النني بنزوله ما بين قلبين الدفاع، حصل ايه من غانا؟ بداوا يضغطوا باتنين عشان ما يسيبوش اريحيه لمنتخب مصر في بناء الهجمه. بص حمدي فتحي بدا ياخد الراجل ده، فبدا يحصل زي ما تقول فركشه في وسط ملعب فريق غانا، فهنا يجي دور محمد صلاح. بص محمد صلاح فين، وهنا عمر كمال شادد الملعب عشان يبدا يعمل خلخله في دفاع فريق غانا، فتتخلق المساحه دي لمحمد صلاح، لان رباعي وسط الملعب وادي ثنائي هجومي، فهنا رباعي دفاعي بس، فنقدر نستغل قدرات محمد صلاح في بناء اللعب. نفس الفكره، هتلاقي الاثنين خلاص، اثنين احفظ كده، اثنين طالما محمد النني بينزل لتحت هتلاقي اثنين بيضغطوا، فبتتحول 4-4-2 عشان يضيقوا المساحات على ثلاثي تحضير الهجمه. حمدي فتحي بقى دايما بيبعد عن الناحيه اليمين وبيسحب ضغط فريق غانا على الناحيه الشمال اللي هي ناحيه محمد حمدي. ليه؟ عشان المساحه دي تتخلق لمحمد صلاح، فينزل صلاح يبدا محمد النني يعمل اللونج بول لمحمد صلاح، صلاح ياخد الراجل لجوه، فبتتخلق مساحه، ابدا بقى طير عمر كمال، فانت هتتنوع، هتقفل لي الشمال هبدا اخش على اليمين وهبدا اعمل توازن عشان يبقى في تنوع هجومي لمنتخبنا. كان في تحسن شويه في الناحيه الدفاعيه. هنا طريقه ضغط او دفاع منتخب مصر 4-1-4-1، دايما في رقابه من النني على قدوس عشان هو ده اللعيب محور افكار فريق غانا، ورباعي من منتخب مصر بيقفلوا على الاجناب، ورقابه وسط الملعب على ثنائي تحضير الهجمه من منتخب غانا. اسلوب الضغط او منطقه الضغط هي من الثلث الاول لوسط ملعب فريق غانا، مش ضغط عالي عشان ما تخلقش مساحات فتبدا تزعل، وده اللي كان خايف منه فيتوريا. بص معايا، حتى لما اللعبه بتتلعب على الطرف بيبدا هنا يامن، عندك هنا الراجل ده احمد حجازي بيبدا يحمي ظهر عمر كمال لما بيزيد، فعمر كمال يقدر يطلع مع المهاجم فما يسيبلوش مساحه، فيبدا من هنا تبدا تقفل وتضيق المساحات على منتخب غانا، فتصدر لهم نوع من انواع الاحباط. لما بيبداوا يتحولوا على الاجناب هتلاقي دايما عندك اولا هنا المدافع والباك ومعاهم لاعب ارتكاز وسط الملعب، مع وجود النني والدور اللي بيعمله النني عشان يملى المساحه دي، فبالتالي بدات تعمل جبهه دفاعيه قويه، فصعبت الامور على غانا. نيجي بقى للناحيه الهجوميه، وروي فيتوريا وتفكير ذكي جدا اثر ايجابيا كتير لمنتخبنا الوطني. ايه هي الفكره؟ هنا مرحله بناء هجمه لمنتخب مصر، وبص التوظيف الجديد لمرموش
مرموش في الشوط الثاني. مرموش بقى جنب مصطفى محمد عشان يعمل ضغط دايما في عمق الملعب، فاولا يدي فرصه للاطراف، ثانيا يبقى عندك فرصه كويسه على الاجناب. هنا خطا من انياكي ويليامز عشان في مهاجم تاني، وجود مرموش جوه قلب الملعب. لو هنا مصطفى محمد بس، الكره دي ولا كأن ليها لازمه ولا كانها حصلت. عمر مرموش استغل الخطا، ولانه قريب من الجول عرف يسجل جول التعادل. نفس الكلام بص هنا امام عاشور مع محمد حمدي مع تريزيجيه، وهنا مرموش ومصطفى محمد بقى في ضغط كبير في عمق الملعب، فبقيت عارف تعمل جبهه كويسه على الطرف. تريزيجيه دخل لجوه قلب الملعب، عندك اكتر من حل جوه منطقه الجزاء، فبقى عندك كثافه، فبقى في حلول، فما بقتش بتعطل. لما تشتغل على الاجناب هتلاقي مساحه على الاجناب، وهتلاقي حد جوه منطقه الجزاء يبدا يترجم الكرات الهجوميه. انت عملت كل حاجه صح دفاعيا، لكن في مشكله كبيره اثرت تماما على الجيم، وهي محمد قدوس اللي كان متساب باوقات كتير. هنا بص اولا خط الوسط ملعب راجع قوي في حضن الدفاع، فسايب المساحه دي كلها قدامه. فسرعه قدوس انه لما استلم بحركه، فالنني خرج بره اللعبه. النني اصلا المفروض المكلف برقابه قدوس، لقى قدامه مساحه كويسه، جول. الشوط الثاني هنا امام عاشور مراقب قدوس، بص لما الراجل ده راح لوحده ما راحش عليه محمد حمدي، امام هو اللي تكلفل انه يروح عليه، محمد حمدي فضل في مكانه، محدش امن او راقب الراجل ده، الراجل ده استلم جوه منطقه الجزاء، حط محمد عبد المنعم قدام الشناوي، جول. النقطة دي مهمة، انت كده معاك نقطتين، المباراة الجاية لازم تكسب فيها، والفوز ده قد يخليك انت اول المجموعة، وده هيسهل كتير جدا من طريقك في البطولة. ونتمنى ان شاء الله كلنا هندعم مصر وهنشجع المنتخب وهنشجع اللعيبة عشان ربنا يكرمنا ونحقق اللي احنا عايزينه، اللقب الثامن. لو انت وصلت معايا لحد هنا بشكرك جدا. لو الحلقة عجبتكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا توصل لكم.